التواقيع هاي احنا قمنا بحمل التواقيع مشان حبيب القائد عبد الله وجلال. القائد عبد الله وجلال صار له 25 سنة معتقل في سجن إمرالي من قبل الدولة التركية. فاحنا كشعب كرد وعرب والقائد وحدنا بفكره سوينا هالحملة هاي نطالب منظمة CPT شبكة حقوق الإنسان مشان حرية القائد. فأنتم كيفيا بدكم تحبون توقعون مشان القائد يطلع من السجن؟ يعني القائد زاد ضحى بحياته صار له 25 سنة بين هالأربع جدران، واحنا بس يعني كحق من حقوقه علينا انه نقول له بس مشان نطالب بحرية القائد. اي معليش يعني نتمنى زاد القائد يطلع. باسم الثلاثي تلتم توقيع اسم الثلاثي. معلش خليها هاي بس وقع ثلاثي. نهل الخلف لجنة تدريب عوائل الشهداء، زوجي شهيد طبعا، عمل طوعي بلجنة تواقيع مشان حرية القائد. نحن حاليا بجبل كزوان بقرية البديع، تقريبا صار لنا 3 أسبوعين وهذا الأسبوع الثالث في حملة تواقيع حرية القائد. تقريبا شيء 70% خلصنا من حملة التواقيع وبي إقبال عليها ما شاء الله. العالم ما عندهم أي رفض مشان القائد ومشان حريته. كلهم يعني زلم نسوان من العمر المطلوب كلها قاعدة تبادر، بالخاصة النساء بما إنه إحنا هسه 8 آذار زاد نبارك للكل يوم 8 آذار نبارك للقائد. بالنسبة لهاليوم نحن كنساء زاد حق علينا مثل ما القائد سوانا كثير سوانا، يعني إحنا زاد حق علينا إنه نبادر نسوي له ولو 1% من ما هو سوانا القائد ودافع عن حقوقنا. راح نستمر إن شاء الله إلا نخلص حملة التواقيع ونخلص العدد المطلوب منا. طبعا إحنا قد ما جمعنا قليل بالنسبة للقائد، بس طبعا إحنا مطلوب منا شيء تقريبا 50,000 تقريبا راح نخلص من تقريبا شيء 70% خلصنا من هالعدد. طبعا من الجبل طبعا ل4 نيسان هم مطلوب منا الفترة هاي كلياتها لحد عيد ميلاد القائد، بس ان شاء الله احنا نخلصها قبل هالمدة لان الشعب اقبال على هالحملة وراح نصل للعدد المطلوب منا ان شاء الله. قنع عن التعريف وقنع صار بما قبل الدولة التركية حق من حقوقه ان شاء الله. ان شاء الله حق علينا زاد بعد اذن توقعينا. تعرفين تكتبين؟ تكتبين اسمتي عاجز. ايش اسمك شو؟ هذا شنو؟ هذا محمد الحسين. والله تعرفين هذا مشان شنو؟ هذا مشان القائد عبد الله وجلال يطلع من السجن. له 25 سنة مسجون بالسجن. ندري بيه نسمع. يا خاله هاي مشان القائد يطلع من السجن. ان شاء الله. واقعي ماما واقعي. وين ما وجهان عيوني. شعلي خاله امسك القلم. ايوه القلم.